المسؤول عن كل حاجة والمتصرف الوحيد هو أحمد صالح، لحد ما جه في يوم أحمد صالح قال للمهندس شريف: أنت طول السنين اللي فاتت دي كنت بتكسب، بس المكسب الحقيقي هيكون من المبالغ الكبيرة. وطلب من المهندس شريف إنه يجمع كل السيولة اللي معاه. وفعلا المهندس شريف جمع 2 مليون جنيه، واللي يعتبر مبلغ كبير جدا في الوقت ده. والمعتاد إن أحمد صالح يديله أرباح المبلغ في موعد محدد، وفعلا انتظم معاه لحد يوم 15/11/2008. وفي التاريخ ده أحمد صالح مش بيرد ولا موجود، وكأنه فص ملح وداب. المهندس شريف بدأ يصبر نفسه بأنه أكيد هيظهر في وقت معين، وفي نفس الوقت كان في مبلغ محتفظ بيه لمصاريف بيته ومصاريفه الشخصية. وبيعدي الوقت والفلوس بتقل والقلق بيزيد. الانتظار استمر لحد 15/1/2009 وقت حدوث الجريمة، ونوصل ليوم الحادثة عشان نجاوب على سؤال مين الجاني. والإجابة جاوب عليها المهندس شريف بعد ما فاق في المستشفى، وأول كلمة قالها: اعدموني أنا الجاني. والحقيقة إن دي ما كانتش صدمة بالنسبة للطب الشرعي أو البحث الجنائي، لأن تقرير الطب الشرعي ذكر إن الجاني هو المهندس شريف، وده لأن بصماته كانت على أداة الجريمة، وإن وقت الوفاة كان الساعة 2 صباحا، وإن بعدها بحوالي 10 ساعات المهندس شريف حاول إنه يتخلص من نفسه. عشان كده لما دخل أخو عبلة للشقة لقى المهندس شريف هو الوحيد اللي لسه عايش، وبالتحقيق معاه اعترف بالتفصيل على كل حاجة، وقال إنه يوم الواقعة الساعة 2 صباحا كان صاحي، وزوجته وأولاده كانوا نايمين، فتوجه لدولاب العدة الخاص بيه وجاب منه بلطة، ودخل على غرفة زوجته عبلة وبضربتين أنهى حياتها، وبعدين غرفة داليا، وبعدين وسام، وكل ده بأداة واحدة وبنفس الطريقة. وعشان يتأكد إنه أنهى على داليا دخل مرة تانية لغرفتها وجاب قطر عشان يقطع شرايينها عشان يتأكد إنه أنهى عليها. تتهم النيابة العامة بالقتل كما سمعت، قتل زوجتك وابنك وابنتك. حصل يا فندم، وانا بعترف بالاوراق ان انا قتلتهم عمدا اصلا. انت بدأت بمين يا شريف؟ نعم يا فندم. بدأت بمين؟ بزوجتي، ما كانت جنبي. ضربتها بايه يا شريف؟ ببلطة. يعني انت ضربتها ضربة اولى في الرأس ثم عاود ضربة ثانية، ليه؟ لما لقيتها لسه بتتنفس، يعني انا مش لأنه بعذبها. قد وجدها تتنفس. انتقل إلى غرفة نوم بنتك ولا ابنك؟ لا، بنتي الاول. ابنتي هي اسمها ايه؟ داليا. ضربتها كم ضربة؟ ما اتذكرش بالظبط 2 3، لكن مش يعني وأنه السيناريو مش أنها ضربها على رأسها عدة ضربات. اسمه ايه ابنك؟ وسام. عملت ايه؟ ضربت برضه ضربتين على راسه. يعني قام؟ لا، هو اتضرب ضربتين.